الفيديو ده مهم لأي فريلانسر هنا في مصر. مقارنة كاملة بين فيزا الدولار بتاعت البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكيو ام بي. عايزك تركز معايا في كل تفصيلة في الفيديو ده. يلا بينا على طول ندخل في موضوع الفيديو. المقارنة عندنا زي ما انتم شايفين كده ما بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الأهلي القطري أو كيو ام بي. مبدئيا كده لو جينا شفنا نوع البطاقة، ففي البنك الأهلي نوعها فيزا، وفي بنك مصر برضو نوعها فيزا، وفي كيو ام بي نوعها فيزا. بالنسبة لعمر المتقدم لفتح الحساب، لاني هقول لكم على تفاصيل كل حساب منهم قبل بقى ما تحصل على الفيزا. بالنسبة للبنك الأهلي المصري فانت لازم يكون عمرك 21 سنة. لو انت اصغر من كده لازم يكون معاك حد من اهلك هو فاتح الحساب باسمه، يعني لازم يكون هو صاحب الحساب، لان لازم صاحب الحساب يكون معدي 21 سنة. وبنك مصر برضو 21 سنة، وبنك كيو ام بي 21 سنة. بالنسبة لشروط فتح الحساب، لو انت بقى جاي تفتح حساب البنك الأهلي المصري او بنك مصر والاتنين دول مع بعض، وركز قوي في كلامي، يفضل ان انت تفتح حساب بالجنيه المصري في البداية. فبيطلب منك هنا يا وظيفة في البطاقة، يا اما اثبات دخل، يا اما يكون معاك ضامن حد من اهلك بضمان وظيفته. ونفس الموضوع في بنك مصر. طبعا لو جينا اتكلمنا سريعا على شروط فتح حساب الجنيه المصري، فانت محتاج في البنك الاهلي المصري 3000 جنيه، وفي بنك مصر برضو 3000 جنيه. ده بعد ما بتفتح الحساب تقدر تفتح حساب فرعي بالدولار. اما بالنسبة للكيو ام بي فلازم للاسف مفردات مرتب، لازم يجيب اثبات دخل او اتش ار ليتر من الشركة مختوم. لو مش عندك تروح عند اي محاسب قانوني يعمل لك مفردات مرتب. بالنسبة بقى للحد الادنى لفتح حساب الدولار، حد ادنى فتح حساب الدولار في البنك الاهلي المصري هو 100 دولار بس. اما في بنك مصر برضو 100 دولار بس، واعتقد ان دي افضل حاجة في الحسابين دول. بالنسبة لبنك كيو ام بي ممكن تفتح حساب من اول 50 دولار لو حساب فرعي. يعني ايه؟ يعني انت بتفتح في الاول حساب توفير بلس بحد ادنى لو انت موظف في شركة 1000 جنيه، اما لو حساب توفير عادي 3000 جنيه. المهم بعد كده بتروح على الموقع، وبعد كده بتختار فتح حساب فرعي بالدولار زي ما ظاهر قدامكم كده، وبعد كده بتفتح الحساب بدون اي حد ادنى. لازم في خلال 45 يوم توصلك اي حوالة حتى لو ب 50 دولار، وساعتها بتقدر تقدم على فيزا الدولار من بنك كيو ام بي. اما لو رحت فتحت حساب بالدولار على طول هيطلب منك 500 دولار حد ادنى للايداع، والكلام ده عن تجربة ناس كتير جدا ومن خدمة العملاء مش كلامي. بالنسبة بقى لطريقة فتح الحساب زي ما قلت لكم في البنك الاهلي المصري وبنك مصر من البنك مباشرة، اما في كيو ام بي ممكن من الموقع لو هتفتح حساب فرعي بالدولار. بالنسبة بقى لمصاريف اصدار الكارت في البنك الاهلي المصري هم 10 دولار فقط، ومصاريف تجديد الكارت هم 10 دولار فقط. تجديد الكارت يعني كل سنة في نفس التاريخ بتاع الاصدار بيخصم منك المبلغ ده من رصيدك في الحساب، مش بيخصم منك اي فلوس بالجنيه والكلام ده كله. ونفس الموضوع الايداع لازم تحطه بالدولار، ما ينفعش تحطه بالجنيه والبنك يحوله لك دولار. بالنسبه بقى لمصاريف اصدار الكارت بتاع بنك مصر هو 20 دولار، اما التجديد هو 10 دولار. يعني في البدايه بس بتدفع 20 دولار، بعد كده كل سنه بتدفع 10 دولار. اما بنك كيو ام بي 15 دولار اصدار و15 دولار تجديد كل سنه. صلاحيه الفيزا في البنك الاهلي او بنك مصر او بنك كيو ام بي هي 5 سنوات. بالنسبه بقى لحدود الشراء الدولي، فالبنك الاهلي المصري بيتيح لك حدود شراء دولي لحد 10000 دولار يوميا و50000 دولار شهريا. يعني لو خلصت ال 10000 دولار دول في اليوم خلاص كده بيتفتح لك الليميت اليوم اللي بعده. ولو خلصت مثلا على مدار 5 ايام كل يوم 10000 دولار تضطر تستنى للشهر اللي بعده عشان يتفتح لك الليميت. بالنسبه لبنك مصر فمعاك ليميت 5000 دولار يوميا و20000 دولار شهريا. اما في بنك كيو ام بي فهو ليميت 20000 دولار شهريا. عايز تخلصه في يوم، عايز تخلصه في شهر، انت حر. بالنسبه لحدود السحب الدولي يعني السحب من الاي تي ام، البنك الاهلي المصري 1000 دولار يوميا و5000 دولار شهريا، وبنك مصر 1000 دولار يوميا و2000 دولار شهريا. اما بنك كيو ام بي فهو 5000 دولار شهريا،
وخد بالك من النقطة اللي أنا أقولها لك، البنوك كلها بتعمل عمولات على الشراء الدولي، بتلاقي عمولة على الشراء مثلا الدولي من بنك مصر، البنك الأهلي، كيو ام بي، عشان بس تبقى عارف كويس الموضوع ده. بالنسبة لرقم الحساب الدولي أو الأيبان، فالتلاتة بيدوك رقم حساب دولي تقدر تستلم عليه حوالة من أي حتة في العالم. بالنسبة بقى لعمولة الاستقبال، في البنك الأهلي المصري عندك عمولة استقبال من 4 ل 20 دولار. لما بتحط أفضل سويفت كود اللي ظاهر قدامكم ده، يعني العمولة بتقل شوية، بتبقى حد الأدنى بتاع عمولة الاستقبال. فأنت بقى لو عايز تستلم من أدسنس، عايز تستلم من إليفيت، بايونير، من أي موقع بيدعم التحويل الدولي، هتقدر تستلم بيه وتحط السويفت كود ده. بالنسبة لبنك مصر فعمولة السويفت كود من 5 ل 25 دولار، وأفضل سويفت كود تحطه هو السويفت كود اللي ظاهر قدامكم ده، بيديك الحد الأدنى للعمولة. ونفس الموضوع في كيو ام بي من 6 ل 20 دولار. الحدود دي بناء على أقل حد اتخصم منه فلوس واعلى حد اتخصم منه فلوس. وبرده ده السويفت كود بتاع كيو ام بي الافضل اللي هيوفر عليك يعني الحد الادنى للعموله من البنك. بالنسبه بقى لاستلام الحوالات الدوليه، زي ما انا قلت لكم الثلاث حسابات دول تقدر تستلم عليهم من اي حته في العالم. تفعيل الباي بال، الموضوع ده بيهم ناس كتير جدا، وانا عايز احسمه لكم في الفيديو ده. البنك الاهلي ولا بنك مصر بيفعلوا الباي بال. من الاخر كده في الفتره الحاليه فيزا حتى بنك مصر ما بقتش تفعل الباي بال، والبنك الاهلي بقى لها كذا سنه مش بتفعل الباي بال، وكنا بنتامل ان لما ينزلوا فيزا الدولار دي تفعل الباي بال، بس للاسف مع التجربه ما فعلتش الباي بال والبنك بيرفضها. اما بالنسبه لفيزا الدولار بتاع كيو ام بي عن تجربه بتفعل الباي بال، وتقدر تسحب عليها كمان دولار من الباي بال. واحد دلوقتي هيجي يقول لي طب انا هسحب دولار ازاي من الاي تي ام، والاي تي ام بعمله الجنيه المصري وكده الحساب ملوش لازمه. نرجع بقى للنقطه اللي بعدها، ان انت مش هتقدر تسحب دولار الا من فرع البنك نفسه. يعني تدخل كده تاخد رقم وتروح لموظف الشباك بتمضي ان انت عايز تسحب مبلغ معين، وتقدر تسحب الدولار من الفرع زي ما انت عايز، لكن مش هتقدر تسحبه من الاي تي ام. بالنسبه بقى لمشاكل الحساب، البنك الاهلي المصري يعني وبنك مصر ما فيهمش مشاكل طالما مقدم اثبات دخل في البدايه. اما في بنك كيو ام بي حتى لو مقدم اثبات دخل، ممكن فجاه بعد حوالتين ثلاثه تلاقي البنك مجمد لك الحساب وطالب منك اثبات دخل وبطاقه ضريبيه، وتبتدي تدخل في حوارات. المشكله دي حصلت مع ناس كتير جدا، فيفضل وانت رايح تعمل الحساب ده تعمل بطاقه ضريبيه عشان ما تحصلكش اي مشاكل. بالنسبه لتفعيل الجوجل بلاي، للاسف البنك الاهلي المصري الفيزا بتاعته مش شغاله على جوجل بلاي. بنك كيو ام بي شغاله كويس قوي على جوجل بلاي. بنك مصر مش ناس كتير قبلت معاها، يعني الاغلبيه العظمى ما اتقبلش، وبالتالي كده كيو ام بي الافضل برضو في التعامل مع جوجل بلاي. لذلك انا برشح لكم فيزا كيو ام بي هي الافضل لو انت فريلانسر عايز تشتغل على الباي بال او على جوجل بلاي. اما لو عايز تستلم حوالات من مواقع مختلفه، يعني بنك مصر او البنك الاهلي كويسين جدا وهيشتغلوا معاك زي الفل، خاصه ان فروعهم كتير. وبنك مصر كمان هيتفوق على الاهلي لان فروعه بتبقى الى حد ما اقل زحمه من البنك الاهلي. البنك الاهلي انت ممكن تضيع يوم كامل عشان تعمل خدمه بسيطه، لان هو البنك الاساسي هنا في مصر. اتمنى بكده ان انا اكون غطيت لكم كل الاسئله اللي انتم بتسالوها. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات، هتلاقوني سايب لكم مقاله فيها التفاصيل في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.